إذن مشاهدينا الكرام، هنا في حفل مدارس عثمان بن عفان الخيرية في مكة المكرمة، حفل تخريج طلاب وحفظة القرآن الكريم. اليوم أحد الضيوف الحاضرين في هذا الحفل الكريم إذن الشيخ ناصر ابن عبد الله، طبعا من دولة الجزائر ومن قناة بداية نرحب فيك في الشبكة الإعلامية وفي مكة المكرمة وهذه الإطلالة وفي هذا الحفل الذي يحتفل بحفظة كتاب الله اليوم في مدارس عثمان بن عفان الخيرية. الله يبارك فيك، سعيد جدا أن أكون محاور لكم في الشبكة الإعلامية، وسعيد أن أكون بين هذه الكوكبة من قارئي وحافظ كتاب الله عز وجل. كيف اليوم شعورك وسط هذه الأجواء الروحانية في شهر القرآن وفي النصف الأخير من هذا الشهر، وهذه البادرة الجميلة من مدارس عثمان بن عفان بتخريج طلاب يحفظون القرآن الكريم وسيكونون إن شاء الله في المستقبل من الدعاء بإذن الله؟ والله شعور لا يوصف، وسعادة غامرة تهزني وتهز كياني، لأني أن يكون هذا الخير مهبط مكة المكرمة، مهبط بلاد الحرمين، مهبط مدرسة عثمان بن عفان لتحفيظ القرآن الكريم، سعادة لا توصف. أن ترى هذا النشء الذي يترسم خطى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا المشعل وهذا الخير الذي هو خير كتاب أنزل في خير الشهور على خير رسول، من أمين وحي السماء على أمين وحي الأرض، من رب حكيم. هذا الكتاب المحفوظ تجده بين صدور أبنائنا، أبناء الجاليات وغيرهم من أبناء مكة المكرمة. هذا الشعور لا يوصف، بل شرف لنا أن نكون ممن يحضر هذه المجالس وهذه الخيرات والملتقيات. طيب يا شيخ ناصر، كلمة توجهها للقائمين على هذه المدارس والذين بذلوا جهدا كبيرا طيلة الأعوام الماضية في تخريج هذا الجيل المتسلح بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. والله من باب قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ما رأيناه، وإن كانت إطلالة سريعة تدل على أن هناك إخلاص، ولا نزكي على الله أحد. رجال يعملون في الخفاء، رجال حباهم الله عز وجل المقدرة والقدرة على خدمة دين الله عز وجل وعلى خدمة هذا الكتاب العزيز وعلى تحفيظ هذه المتون. نقول أنه ما يبذله أولئك القائمون هي كتائب فعلا مسلحة بخير عظيم. لا هذا الأجر لا تعكره الدلاء، وسيجدون أجره عند رب السماء. جهود مباركة، يعني ما رأيناه من جهود، من مناشط، من مراكز، من إعداد، من تنظيم، من تخطيط، يدل على أن هناك هيكل وأن هناك رجال. وفق الله جميعا القائمين على مدرسة عثمان بن عفان الخيرية بمكة المكرمة. وسعيد جدا، بل أنا أعجز والله، لم تسعفني الكلمات أن أتكلم في وسط هذه المدرسة ووسط هذه الجهود الكبيرة والعظيمة. وفقكم الله، ووفق كذلك شبكتكم الإعلامية التي سبقت إلى مثل هذه الخيرات. شاكرين لك إتاحة الفرصة شيخ ناصر، نتمنى أن تكون ضيفا معنا إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. بارك الله لك. الله يحفظك.